أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه The Ledge، بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. ببلش الفيلم مع بنتين اسمهم كيلي وصوفي، بيكونوا رفقات، بيروحوا ليعدوا بكوخ مشان يتسلقوا الجبال هنيك، وبعد شوي منلاقي مجموعة شباب وصلوا على نفس الكوخ وبيكونوا جايين كمان مشان يتسلقوا، وبيروح شاب منهم اسمه جوش بيدق الباب على البنتين وبيتعرف على صوفي وبيقترح عليهم إنه يجوا معهم ليحتفلوا، بس بترفض كيلي وبتشكره صوفي على عرضه، وبتحاول صوفي تقنع كيلي إنه يروحوا معهم على الاحتفال، فبتفكر كيلي شوي وبتوافق. ولما بيصير الليل بيروحوا مع الشباب وبيعدوا سوا وبصيروا يحكوا، بيورجيهم جوش ساعته اللي بيقدر من خلالها إنه يرسل إشارة للطوارئ في حال صار معهم شي بأي وقت. بعدين بيصيروا يحكوا عن تجاربهم بتسلق الجبال، وإنه صوفي وكيلي حيتسلقوا هالمرة مسافة طويلة، أما جوش ورفقاتها حيروحوا من الممر لأنه ما عندهم خبرة بتسلق الجبال. بعدين بتقلهم كيلي إنه بدها تروح تنام، وبتروح على الكوخ وبتصير تتفرج على فيديوهات لخطيبها، وبتتذكر أول مرة قابلته وبتصير تبكي وبتنام. وبتكون صوفي لسه قاعدة معهم وبيقترح عليها جوش إنه يرافقهم بتسلق الجبال، بس بتضحك عليه صوفي وبتقله إنه ما بيقدروا يعملوا هيك شي لأنه مجرد سياح. وبنص الليل بتروح صوفي لتقضي حاجتها، بس بيلحقها جوش وبيحاول يعتدي عليها، وبتحاول صوفي تدافع عن حالها، بتخرمش على وشه وبيسمعوا رفقاته صوت عياط صوفي وبيركضوا لعندهم وبيحاولوا يمنعوا جوش. بتخاف صوفي كتير وبتهرب، وبيتخانقوا رفقاته لجوش معه وبيقولوا له أنت كيف بتعمل هيك شي، وبيقلن تايلر إنه حيدور عليها ويحاولوا يحاكوها ويعتذر منها. وبتتخبى منهم صوفي ورا صخرة كبيرة، وبعدين بتنتبه لهم إنه عم يدوروا عليها، فبتحاول تهرب منهم بقلب الغابة بس بيقدروا يمسكوها. وبيمسكها زاك وبيحاول يسكر لها تمها، بس بتعض له إيده فبيعصب منها جوش وبيضربها على وشها، فبتوقع من على الحفة وبينزلوا كلهم لعندها، وبيلاقوها لساتها عايشة وبتطلب منهم المساعدة. وبيحاول رينتوس إنه يتصل بالطوارئ بس ما بيخليه جوش، وبيقول له إنه الشرطة ما حتصدق إنه اللي صار مجرد حادث، وخصوصاً إنه كل الأدلة ضدهم. وبيصيروا يفكروا بحلها هي المشكلة، وفجأة بيمسك جوش صخرة ليقتلها فيها، بس بيحاول رينتوس يمنعه، بس بيهدده جوش وبيقول له رح نتعاون سوا مثل ما بنعمل دائماً. فبيمسك جوش الصخرة وبيضربها فيها، وبيعطي الصخرة لزاك، وكمان زاك بيضربها لحتى ماتت. وبيمسح جوش إيدين رينتوس بالدم وبيقول له إنه هو كمان هيك مشترك بالجريمة. وبتكون كيلي سمعت صوت صراخ فبترجع للمكان اللي كانوا قاعدين فيه بس ما بتلاقي حدا، وبتصير تدور عليهم، ولما بتلاقيهم بتمسك الكاميرا وبتصير تصورهم من بعيد، بس لما بتشوفهم عم يزتوا صوفي من على الجبل بتنصدم وبتصير تعيط، فبينتبهوا لها وبيعرفوا إنه كانت عم تصورهم، وبصيروا يلحقوها. فبتتخبى كيلي ورا صخرة كبيرة، وبيقلن جوش إنه لازم يفترقوا ليقدروا يلاقوها بسرعة. وبيلاقيها رينتوس بس بيتركها تهرب، وبتركض كيلي على الكوخ وبتاخد شنطايتها وبتروح على الجبل وبتبلش تتسلق. وبيحاول تايلر يتسلق الجبل وراها لحتى يمسكها، بس كيلي بتكون أسرع منه، وهي عم تتسلق بتوقع منها الكاميرا بس بتقدر تاخدها، وبتضرب تايلر برجلها وبيوقع من على الجبل وبتنكسر رجله. بيرجعوا الشباب على الكوخ وبيعطي جوش شوية مسكنات وبيقول له يتصل بالطوارئ بعد ما يمرق 24 ساعة، وبياخدوا معداتهم وبيروحوا على الجبل ليلحقوا كيلي. وبيلاقي زاك موبايل كيلي وبيقول لهم جوش إنها ما رح تنجو لأنه معداتها مو معها، وإذا ما وقعت حتتجمد من البرد قبل ما تصل، وبيقول لهم إنه حيرجع على الكوخ لأنه نسي كفوفه. وبيحاول رينتوس يقنع زاك إنه يدقوا للطوارئ، بس زاك بيرفض وبيقول له إنه جوش عطول بيدافع عنهم وإنه لازم يلتزموا بالخطة. بعدين بيروح زاك على الكوخ لأنه جوش تأخر، ولما بيصل زاك على الكوخ بيعصب منه جوش لأنه طلب منهم إنه يستنوه. وبهذا الوقت بتوقف كيلي بنص الجبل لترتاح شوي، وبتصير تتذكر صوفي وبترجع بتجهز حالها لتكمل طريقها. وبيكون جهز جوش ورفقاته وجابوا معداتهم ليتسلقوا الجبل وبلشوا يتسلقوا، وبتكون كيلي بلشت تتعب وبتوقع منها قنينة المي، وبصير جوش يستفزها بس بتتجاهله وبتكمل. وبيقرروا الشباب يروحوا من طريق مختصر عن طريق الممر مشان يقدروا يوصلوا للقمة قبلها. وبتصل كيلي لحفة وما بتقدر تكمل تسلق لأنه بيكونوا وصلوا الشباب قبلها وصاروا فوقها مباشرة. وبيزت لها جوش حبل وبيطلب منها تربط الكاميرا فيه، بس هي بترفض، فبيعصب جوش كتير وبيقول لرفقاته إنها هلأ محاصرة وما فيها لا تطلع ولا تنزل. وبتلاقي كيلي خيمة معلقة بالجبل فبتاخدها وبتقعد جواتها وبتتسطح شوي، وفجأة بينزل زاك لعندها وبيحاول ياخد الكاميرا، فبتطعنه برجله أكتر من مرة بس بتوقع وبتتمسك فيه، وبتطلب منه إنه ما يقول لجوش إنها متمسكة فيه لأنه إذا قال له حيقطع جوش الحبل وحيموتوا هن الاثنين. وبتقدر كيلي ترجع للحفة مرة تانية بس الخيمة بتوقع، بس من حسن حظها إنه شنطايتها ما بتوقع. وبيقول رينتوس لجوش إنه لازم ينهوا الأمر ويتصلوا بالشرطة، وبيقول إنه كيلي بكل الأحوال ما حتقدر تنجو، وبيوافقوا الرأي زاك خصوصاً بعد ما انصاب. فبيقول لهم جوش إنه حيتصل برفيقته إيمي مشان تطلب لهم المساعدة،
ووقت بيكون جوش نايم بيقول زاك لرينتوس إنه بيتوقع إنه جوش قتل تايلر لما رجع على الكوخ وتحجج بإنه نسي كفوفه، وبيطلب منه إنه ياخد ساعة جوش مشان يرسل إشارة للطوارئ. ولما حاول رينتوس ياخد ساعة جوش بيصحى جوش وبيكشفه، وبعد شوي بيناموا كلهم وبيفيق زاك ليقضي حاجته. بس بيقوم جوش من وراه وبيضربه على راسه وبيوقع زاك من على الجبل. ولما بيفيق رينتوس بيدور على زاك، فبيقول له جوش إنه راح على الكوخ ليطلب المساعدة. بس بعدين بيكتشف رينتوس إنه جوش قتل تايلر وزاك وبيتخانقوا سوا. بس جوش بيصير يضربه كتير وبيكب عليه كحول وبيحرقه. وبيتجهز جوش لينزل لعند كيلي وبينزل لعندها وبيصير يضربها. بس كيلي بتقطع الحبل اللي متعلق فيه جوش، بس جوش بيتمسك بالحفة وبيطلب منها إنها تساعده. بس كيلي بتضغط على زر بيساعد جوش لترسل إشارة للطوارئ، وبتضربه وبيوقع من على الجبل. وبتضل كيلي على الحفة عم تستنى النجدة. ولهون بتخلص قصة الفيلم. وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.